بصمك يا سيادة المخدر. يا سلام، يعني ما انتش عارف ليه؟ عشان قمت من النوم طبعا ما لقيتكش جنبي. طب بذمتك لو كنت مراتك كنت تستجري تعمل كده وتبلغ فرار بالشكل ده؟ اسكت، انا حصل لي موقف بايخ قوي وانا خارج من عندك من الشقه الصبح. عربيتي عطلت، مفيش فايده فيها، مش عايزه تقوم. وقفت حته تاكسي مقيح، قلبي سلامته مش عايز يوصلني انا الاسم. لا طبعا ما سبتوش، جبته معايا الاسم انا وشديته، خليتهم يرموه في الحجز. زمانهم دلوقتي بيظبطوه بيدوا له الطريحه. لا انت عارفاني ما بسيبش حق. المهم بقول لك ايه، انا بكره واخد راحه، عايز اشوفك بقى والمره نتعشى. طبعا ما عنديش اي مانع، بس الاول هعدي على الكافيه اشوف اخبار الشغل ايه واجيلك طيران على الديسكوتيك نتعشى سوا. بتقول ايه؟ هنعمل ايه بعد العشاء؟ يا حبيبي انا يا حياتي بعد العشاء بيحلى الغرام والفرفشه. راح فين راح فين راح فين؟ الحق يا شيخ ولي يا فندم، الحق قبل ما يروحوا يقتلوه. بس سيبه. ايه في ايه؟ انت مين؟ انا عمر، انا اسمي عمر بشندي، طالب في ليسانس حقوق جامعه القاهره وعايش هنا في السيده زينب في بيت الشيخ والي. مين بقى الشيخ والي ده؟ الشيخ والي ده مقرئ قرآن بس بعيد عن حضرتك، ضرير ما بيشوفش. طب اقعد كده واهدى، اهدى اقعد. فهمني بقى ايه الحكايه بالظبط؟ انا والدي كان مقرئ قرآن زي الشيخ والي بالظبط، وكانوا هما الاتنين اكتر من اخوات. ولما والدي توفى السنه اللي فاتت اخدني شيخ والي يعيش عنده في بيته عشان ينفذ وصيه والدي انه يرعاني لحد ما اتخرج من الكليه. طب وفين والدتك يا عمر؟ والدتي ماتت من 5 سنين. طب واخواتك؟ انا ماليش اخوات، انا مقطوع من شجره وما كان ليش حد في الدنيا غير والدي، ودلوقتي ماليش غير الشيخ والي. طب ومين بقى الناس اللي عايزين يقتلوا الشيخ والي؟ جماعه بلطجيه من المحله، اصل الشيخ والي من المحله وليه حته ارض هناك كان وارثها عن اهله. اما الجماعه البلطجيه دول استغلوا ان الراجل ضعيف وضرير وراحوا استولوا على الارض دي وحطوا ايديهم عليها. الشيخ والي ما سكتش وقدم ضدهم بلاغ وقدم المستندات اللي تثبت ملكيته للارض. قامت الشرطه من يومين راحت طردت البلطجيه وقبضت على 3 منهم. طب وعرفت منين يعني ان هم عاوزين يقتلوه؟ في شخص من المحله معرفه الشيخ والي جالنا البيت النهارده الصبح وقال للشيخ ان الجماعه البلطجيه دول نازلين من المحله على مصر وناويين يروحوا له البيت عشان ينتقموا منه ويقتلوه. طب اهدى بس، ما تخافش، البلد مش سايبه. يا عماد جهز لي قوه وبسرعه. قلت الامن المركزي يتحرك للموقع. زمانهم جايين يا ابني على وصول. يبقى كده جايين لأعضائهم يا سيدنا الشيخ. يوم مؤاخذة الاسوان بتقح محدش اتعرض لك واحنا ناقص ساكتين. كل رجالة المنطقة واقفين تحت عشان يحموك. هو جم النهارده يبقى جايين لقضاهم. شيخ والي انا رحت القسم قدمت بلاغ والشرطه جايه ورايا. بارك الله فيك يا عمر يا ابني، بارك الله فيك، بارك الله فيكم يا رجالي، كلكم رجالي. تعبنا رجاله بينهم كل دول عشان راجل ضرير. خش عليهم. انا لو مت يا عمر يا ابني عاوزك تاخد بالك من نفسك، وكمان تتصل بفاطمه بنتي اللي عايشه في الفيوم، تقول لها ان ابوك الشيخ والي كان نفسه يشوفك انت والعيال قبل ما يودع الدنيا. ان شاء الله هتعيش، ربنا هينجيك من كل مكروه. قوم معايا يا شيخ وائل، قوم يا شيخ وائل معايا، قوم معايا يا شيخ وائل، قوم معايا يا شيخ وائل.
يلا 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 يلا. والله وانا كمان ببقى مبسوطه جدا وبجد بلاقي نفسي معاهم واحنا عايزين نغني ونتنطط. هعمل ايه طيب؟ بس يا بنتي هو يعني من غير مقابل. بصي لما انت كلمتيني وقلتي لي مامتك عايزاني، انا كان لازم اقول لك ان انا مش عايزه مقابل، لاني عايزه احس اني بفيد الاطفال وبعمل حاجه باللي اتعلمته يعني. وبعدين يومين في الاسبوع يا رولا. ماشي يا ستي، طب نعمل معاكي اي حاجه بس بمقابل. طيب يعني اتفضلي على الاقل عصير. حبيبتي خير سابق بس ماشي. اتفضلي يا حبيبتي. تسلمي لي. وايه بقى اخبار شغلك في المدرسه الامريكاني؟ طمنيني بسرعه. بصي يا ستي، انا بروح يعني 4 ايام في الاسبوع وبديهم كده شويه مزيكا، بس طبعا من غير بقى هنا افرنجي كده وحاجه يعني تعجبك قوي. تمام يا ستي، بس اوعي يكون برضه من غير مقابل. لا طبعا بالدولار، ده انا متضايقه جدا يعني. لا 100 كده تمام قوي. بس تعالي بقى قولي لي يعني ايه اخبار العاطفه؟ قصدك ايه يعني؟ يعني عامله ايه يا بنتي؟ ما خطيبك ضابط الشرطه. والله هي ماشيه يعني. ايه ده؟ جبتي سيرته او بيتصل؟ طيب الحقي بقى ردي عليه بسرعه. الو. ايه يا منى؟ ايه يا حبيبتي؟ اسف والله يا منمون، مش هقدر اشوفك النهارده يا روحي. عارف يا حبيبتي والله ان باباكي مستنيني النهارده على العشاء، بس اعمل ايه غصب عني. جات لي مأمورية ضروري لازم اروح. مع السلامة بقى يا حبيبتي. اوكي مع السلامة. وسع يا ابني. يا اخواتي نفسي اعرف الواد ده يطلع مين، ومحمود ابن اخويا مسكنه في شقته ليه؟ ماما انا نازله، ها باي باي. عايزه حاجه يا ماما؟ ماما انتي مخصماني يا ماما؟ يا بنتي في ايه بس؟ صورتيني. صورتك ايه بس؟ بقالي 5 دقايق عماله اقولك يا ماما يا ماما يا ماما وانتي ما بترديش. كنت بفكر. بتفكري في ايه؟ في حل اللغز. شوفي يا ستي، خالك مرشدي كان على دورين وعمل شقتين، واحده لابنه الظابط ماجد والتانيه لابنه محمود. ماجد سكن في شقته، لكن محمود قفل شقته وما سكنش فيها. وايه الجديد بقى في الموضوع؟ حاجه وعارفينها، ايه اللغز اللي فيها؟ يو بقى يا هايدي، يا بنتي انتي متصربعه كده ليه؟ خلاص يا ست الكل مش هتصربع، اتفضلي كملي. طيب لما محمود ابن خالك قفل شقته وعاش مع ابوه وامه تحت، ايه اللي يخليه دلوقتي يفتحها ويجيب فيها الشاب الصغير ده؟ الشقه شقه محمود، يعني هو حر يسكن فيها اللي هو عايزه يا ماما. ازاي بقى؟ احنا لازم نعرف الشاب ده مين وعلاقته بمحمود ايه. واحنا دخلنا ايه يا ماما؟ هو ايه اللي يعني ايه دخلنا ده؟ يعني ايه؟ لا طبعا لازم نعرف ده مين وجاي ليه، مش ساكن معانا في العماره. طب يا حبيبتي انا عندي حل هايل جدا، انت بقى تكلمي محمود وتخليه يعدي عليكي وتعرفي منك كل الحكايات دي. يلا باي باي، عن اذنك هتاخر على الجريده. جريده؟ يا دي الجريده اللي مضيعه حياتك هدر. هو احنا مش هنخلص كل يوم من الموال ده يا ماما؟ خلاص ارحميني بقى. باي يا حبيبتي، باي. يا رب يا رب عقلها بقى، بدل ما تدور على راجل يستتها بتدور على الشغل اللي يبهدلها.
معقولة؟ ماجد باشا بيتغدى عندي؟ يا دي النور يا دي النور. سلامات يا حاج عرف. أهلا بيك يا باشا. أجيب لك ساقع مع الجمبري؟ لا ساعة ولا سخن، اقعد أنا عايزك. خدامك يا باشا، أمرني. 100 مرة عدى عليك هنا. يقولوا لي إنك مسافر، إيه الموضوع؟ ما أنت عارف يا باشا حياتي كلها سفر، يا إما في السويس يا إما في اسكندرية. بروح عشان أورد السمك من هناك لهنا. وموبايلك كل ما أكلمك غير موجود بالخدمة. أنا آسف يا باشا، أنا غيرت الرقم من غير ما أقول لك، بس إن شاء الله هديك الرقم الجديد. أخبار الشغل إيه؟ الحمد لله، المحل زباينه كتير وماشي عادي. محل إيه يا حاج عرف؟ أنت عارف أنا بكلمك على إيه بالظبط؟ بكلمك عن تجارتك التانية. والكلام ده يا بيه مش مفروض هنا بقى، ما أنت عارف الحيطة ليها ودان. حتة إيه ودان إيه؟ أنت ناسي أنت قاعد مع مين؟ أنت قاعد مع الحكومة. صحيح، فاتتني دي. أخبار تجارة الصنف معاك إيه؟ كله ماشي تمام. ولما هو كل حاجة ماشية تمام، أنت بقى مش تمام ليه؟ خير كفر الشر. أنت ناسي إن أنت عليك 100,000 جنيه ولا إيه؟ أنت نسيت الواد اللي أنا خرجته لك من الحبس؟ ده كان هيترحل على نيابه وكان هيوديك في 60 داهية لولا إن أنا خرجته. هو ده معروف يتنسى يا باشا؟ ده لو الولد كان اتعرض على النيابة وقرروه واعترف كان زماني رحت ورا الشمس. ولما أنت عارف كده كويس استعبطت ليه بقى؟ بشرفي كنت ناسي، لكن انتهت ولقيناها. بكره زي دلوقتي هتعدي هتلاقي المبلغ موجود وفيه بوسه. اطلب لك استاكوزا؟ ماشي لما اشوف. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني سيادته اعتذر عن الحضور. ايوه يا بابا. وانا اللي قفلت المحل بدري وعديت اشتريت عشاء بالشيء الفلاني عشان يبقى عيش وملح وهو يعتذر. انت كل اللي همك فلوس العشاء وبنتك اللي مخطوبه بدبلتين بقالها 3 سنين وما احناش عارفين يتم جوازها امتى. الله، في ايه بقى يا ماما؟ ما قلنا خلاص، انا اتكلمت مع ماجد وقال لي كام شهر جايين هنكتب الكتاب ونتجوز، خلاص بقى. قديمة، ما عدناش ناكل من الكلام ده. يا ما سمعنا وعود وعهود، خلاص. بقول لك ايه يا جابر، انت لازم تكلم الحاج مرشدي ونشوف حل في الموضوع ده. ما بتاكلش ليه يا محمود؟ لا هاكل طبعا يا طنط، يعني كل الاصناف الحلوه اللي موجوده دي ومش هاكل؟ ده انا هخلص على كل اللي موجود. لا وطنطك تريزا كمان عامله لك محشي ورق العنب اللي انت بتحبه وبتقول لك ما بتاكلش ليه يا محمود؟ اتفضل يا سيدي. وادي المكرونه النجريسكو وصلت. وكمان نجريسكو؟ والله مش عشاء بقى، ده دي وليمه. اول ما هو قالت لي ان انت جاي النهارده على العشاء قلت لازم اعمل لك كذا صنف عشان اشوف يعني رايك في اكل. وانا رايي يهمك قوي كده؟ لا يا محمود، ما هو انت مش عارف ايه الحكايه. اقول له؟ الدكتوره ايفون اختي فرحها اخر الشهر الجاي، فحبت تدخل المطبخ تعمل اكل، يعني تجرب فيك بدل ما تروح تعمل لجوزها وبعدين تروح في يعني انا فار تجارب يعني. ايوه يا سيدي، حاجه زي كده. اوعى تصدق كلام ميلادي يا محمود، ده هو بس اللي غيران عشان انا هتجوز وهو لسه متجوزش. بطلي يا بنت تعكسي اخوك الكبير. ما قلتليش يا محمود الحاج والحاجه رجعوا من العمره ولا لسه؟ راجعين بكره ان شاء الله يا طنط. اوعى تنسى يا محمود، اول ما يجوا من السفر تقول لهم ان انا عازمهم على فرحي. عايزه ايه صداع؟ مين اللي حكى ده؟ عايز يسهر معايا النهارده؟ طب ومال؟ ده شاب جونتي وغني ومن اهم الزباين عندي. يعني اقول له ايه؟ انت لسه هتفكري يا عبيطه؟ هتقولي له طبعا موافقه، بس اهم حاجه ترجعي بخميره تمام. طب والشغل اللي عندي هنا؟ الشغل التاني اهم بكتير يا غبيه.